بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني النهارده ان شاء الله الاثنين. النهارده لقاء الحب، لقاء السعاده، لقاء الفرحه، لقاء الزملكاويه مع معشوقهم الاول نادي الزمالك. نعم، هعيدها تاني واقول كل اللي انا قلته دون كلام سليم جدا. ان يلتقي الزملكاوي مع الزمالك فهذا هو منتهى سعادته وفرحته. يبقى الحال المتعثر وتراجع النتائج وتراجع وتذبذب المستوى بشكل مبالغ فيه، ولكن ما زلنا يحدون الأمل إن شاء الله في عودة ظافرة لنجوم الزمالك. لقاء مش سهل النهاردة، لقاء مع سموحة السكندري في اسكندرية، فريق غتيت بيعرف يلعب كويس أوي قدام الفرق الكبيرة. نتمناها إن شاء الله تكون بيضة. الزمالك على موعد مع تصحيح المسار. في لقاء ما يقبلش الاسم على اتنين طبعا. اتمنى ان البروفيسور جزباردو فيريرا يلعب النهارده السهل الممتنع، يلعب الشمال شمال واليمين يمين، بلاش اضيع شوط كامل وارجع اندم عليه. تأمين دفاعي، حمزة المسلوسي جنب حسام عبد المجيد، يا ريت محمد طارق، بلاش عبد الغني. لازم عبد الغني يقعد، لازم عبد الغني يقعد، لازم عبد الغني يقعد. مصر كلها شايفه ان لازم عبد الغني يقعد، مصر كلها شايفه ان لازم عبد الغني يقعد الا البروفيسور. عبد الغني بيعمل كوارث دفاعيه. السيسي كمان لازم يقعد، ولازم حد يتكلم في ودن السيسي ولازم يهديه. ولد متحمس ومستعجل ومتسربع وده هيضيعه. اتمنى النهارده التشكيل: سيد نيمار، محمد طارق، سيد نيمار المسلوسي، محمد طارق، قلب دفاع، الولد ده بيعمل قلب دفاع كويس جدا، حسام عبد المجيد ناحية الشمال، عبد الشافي. نص الملعب رؤى ودونجا، قدامهم زيزو، مصطفى شلبي، ويكون على الدكة جاهز جدا كمان نضاي. واعتقد ان احمد سامي حفظ سيف الدين الجزيري، فيا ريت نبدا بسامسون اكانولا او يوسف اسامه نبيه في اللاعب رقم 9. طبعا معطيات المباراة ومتغيراتها فيها تدخلات فنية، ده وجبة من